يوم 2 يوليو 1954 حوالي الساعة 1 الظهر وصل بلاغ مستعجل لضابط المباحث ممدوح سالم عن وجود حريق جوه مكتب بريد في الإسكندرية. ممدوح سالم ما استناش، ركب واتحرك على المكان فوراً. أول ما وصل بدأ يسأل الموظفين واحد واحد إيه اللي حصل بالظبط من الصبح. رد الموظف وهو باين عليه الاستغراب: ولا حاجة يا فندم، يوم عادي جدا، الساعة 10:15 كده جه شاب حط طرب في الصندوق ومشي عادي. التاني كمل: وبعدها بنص ساعة تقريبا واحد تاني جه حط طرد تاني وبرضه مشي. ممدوح بصلهم وقال بنص ابتسامة: يعني يوم عادي جدا لحد ما بقى مش عادي خالص. الموضوع في الأول ما كانش مريب لأن حركة الطرود في البريد حاجة طبيعية، بس اللي شد الانتباه إن الطرود دي اتحرقت أو اتضررت بشكل غريب. بدأت المعاينة الحقيقية، ولما تعين المكان كويس تم العثور على بقايا طردين صغيرين. الغريب بقى إن جواهم كانت في مواد قابلة للاشتعال، يعني مش مجرد طرود عادية خالص. ومعاهم كمان لقوا حاجة أغرب: جراب نضارة أسود. ممدوح سالم وقف لحظة كده وبص لزمايله وقال: جراب نضارة في طردين بيولعوا، شكلنا داخلين على قصة مش بسيطة خالص. الأهم بقى من كل ده إن العناوين المكتوبة على الطرود لما اتفحصت كويس طلعت وهمية 100%، مفيش ليها أي وجود على أرض الواقع. الرائد ممدوح سالم كان لسه بيحاول يلم أطراف خيط حريق مكتب البريد في الإسكندرية اللي حصل يوم 2 يوليو 1954، وبيفكر هل دي مجرد حادثة عابرة ولا في حاجة أكبر مستخبية وراها. لكن قبل ما يوصل لأي نتيجة واضحة حصل اللي قلب الترابيزة كلها. بعد 12 يوم بس، وتحديداً يوم 14 يوليو 1954، جاله بلاغ جديد: حريق داخل المركز الثقافي الأمريكي في الإسكندرية. ممدوح سالم وهو ماسك البلاغ بص لزمايله وقال بهدوء فيه شوية توتر: إحنا واضح إننا مش بنطفي حريقة وخلاص، إحنا بنجري ورا حاجة بتتحرك. أول ما وصلوا المكان المشهد كان مختلف عن المرة الأولى. الحريق أكبر والأضرار أوضح، وكمية كتب ومستندات اتحرقت كانت كبيرة، وده خلى الموضوع ياخد شكل أخطر بكتير. وأثناء المعاينة الرائد ممدوح سالم ومعاه الرائد سيد فهمي كانوا بيدوروا على أي تفصيلة تفرق، لحد ما ظهرت نفس الحاجة اللي شافوها قبل كده: غراب نضارة أسود. ممدوح بصله وقال نص ضحكة كده: هو اللي بيعمل كده عنده عقدة من غراب النضارة ولا إيه؟ لكن الضحكة دي ما طولتش، لأن التكرار نفسه كان بيدق جرس إنذار كبير. نفس الشكل، نفس العلامة، يبقى أكيد في رابط. جت الصدمة الأكبر، وفي نفس الليلة تقريبا جت الصدمة الأكبر. حصل حريق تاني، المرة دي داخل المركز الثقافي الأمريكي في القاهرة. يعني خلال ساعات قليلة حريق في اسكندرية وحريق في القاهرة، ونفس الأسلوب تقريبا ونفس التفاصيل الغريبة بتتكرر. ممدوح سالم ساعتها قفل الملف في دماغه بشكل مختلف وقال لزمايله: كده الموضوع مش صدفة، دي مش حرائق فردية، دي عملية واحدة بتتوزع على أكتر من مكان. ومن هنا القضية خرجت من كونها حوادث منفصلة وبقت واضحة إنها سلسلة متعمدة من التخريب، منظمة ومخطط ليها كويس. فضلت الحرائق شاغلة المباحث، لكن الخيط الحقيقي ظهر بالصدفة يوم 23 يوليو سنة 1954. في مساء اليوم ده كان النقيب حسن زكي المناوي معاون مباحث قسم العطارين في الإسكندرية بيعمل مرور عادي في منطقته، وهو ماشي في شارع فؤاد قريب من سينما ريو سمع صوت دوشة وصريخ جاي من قدام السينما. لما بص شاف شاب خارج بسرعة من الباب وهدومه من تحت ماسكة فيها النار، وكأنه نازل من عرض سينما أكشن، بس نسي إن المشهد مش على الشاشة. النقيب جري عليه فوراً وقدر يطفي النار قبل ما الموضوع يكبر. وأثناء ما كان بيحاول يفهم اللي حصل لاحظ حاجة وقعت من الشاب على الأرض: جراب نضارة أسود وجنبه مسحوق غامق اللون.
أول ما شافه افتكر فوراً نفس التفاصيل اللي ظهرت في الحرائق اللي فاتت. في اللحظة دي الشاب اتوتر وحاول يتحرك بسرعة، لكن النقيب سيطر عليه قبل ما يختفي. ولما تفتش لقيوا معاه أدوات إشعال، مواد قابلة للاشتعال، وحاجات بتربطه مباشرة بالحوادث اللي حصلت قبل كده. التحقيق كشف إن الشاب ده يهودي مصري واسمه فيليب ناتسون، وساعتها لأول مرة القضية بقى فيها اسم واضح، مش مجرد حرائق من غير صاحب. وبعد القبض على فيليب ناتسون التحقيقات بدأت فوراً، لكن في نفس الوقت كان في قوة تانية من المباحث اتحركت على بيته في الإسكندرية. الضباط كانوا حاسين من الأول إن النوع ده من القضايا عمره ما بيبقى شغل فرد واحد بس. أول ما دخلوا الشقة الصورة اتغيرت تماماً. واحد من الضباط وهو بيبص حواليه قال: ده مش بيت، ده شبه معمل. جوه الشقة لقوا غرفة متجهزة بشكل غريب، مش زي أي حاجة عادية. مكان واضح إنه معمول مخصوص لتحضير حاجات خطيرة، تحديداً عبوات قابلة للاشتعال. كان موجود زجاجات متعددة، مواد كيميائية، أدوات دقيقة جداً، ومكونات محتاجة حد فاهم كويس عشان يركبها بنسب محسوبة. يعني مش لعب عيال، ده شغل حد بيخطط ويشتغل بهدوء. وأثناء التفتيش لقوا حاجة خدت بالهم فوراً، صورة فوتوغرافية عادية جداً، بس اللي وراها كان أهم بكتير، لأن كان مكتوب على ظهرها: فيليب فيكتور روبير للأبد. الضابط بص وقال: طب دول مين بقى؟ ومن هنا بدأ باب جديد يتفتح. خلال ساعات المباحث وصلت لأسماء: فيكتور ليفي، روبير داسا. وأثناء ما التحقيق شغال، الغريب إن حصلت محاولات حرائق جديدة بنفس الأسلوب في أماكن تانية، كأن اللي وراهم بيقول لسه موجودين ومش هنسكت. الانفجارات حصلت في مبنى مخازن السكر الحديد في الإسكندرية، سينما ريفولي في القاهرة، وأمام سينما راديو في الإسكندرية. والغريب إن كلها تقريباً حصلت في وقت متقارب جداً، كأنها متنسقة مش عشوائية. ساعتها الرائد ممدوح سالم اللي كان ماسك خط التحقيق وقتها وقف وقال لزمايله: كده الموضوع مش 3 ولا 4 أفراد، ده تنظيم كامل شغال. وبدأ يغير أسلوبه في التعامل مع ال3 اللي تحت إيده. دخل عليهم وقال بنبرة حادة شوية: بصوا يا جماعة، الانفجارات لسه شغالة بره وبتحصل دلوقتي واحنا قاعدين هنا، لكن انتوا ال3 اللي قدامي دلوقتي انتوا اللي هتشيلوا اللي حصل كله. وبعدين بصلهم وقال: بس لازم تفهموا حاجة، اللي بيحصل ده مش هزار، ده استهداف لأماكن ومنشآت أجنبية وبيهدد أمن البلد، ودي عقوبتها عندنا واضحة: إعدام. مجرد ما الكلمة اتقالت الجو اتغير تماما. في صمت حصل ثواني، وبعدين فيليب ناتسون كان أول واحد ينهار. قام من مكانه وهو بيزعق: استنى استنى، أنا هتكلم وهقول كل حاجة. المحققين بصوله بسرعة، واحد منهم قال: اتكلم. فيليب بدأ يتكلم وهو واضح عليه التوتر: احنا ملناش دعوة بالحاجات اللي بتحصل بالشكل ده، احنا بس بننفذ تعليمات مش أكتر من كده. الرائد ممدوح سالم قرب منه وقال بهدوء حاد: تعليمات مين ومنين؟ فيليب سكت لحظة وبعدين قال: في ناس فوقنا، احنا مش أصحاب القرار، احنا بس بنشتغل تنفيذ. هنا الصورة بدأت تتفتح أكتر قدام المباحث. الموضوع ما بقاش مجرد شباب بيتحركوا لوحدهم ولا حتى مجموعة صغيرة، بقى واضح إن في مخطط بيتنفذ من بعيد، أوامر بتنزل بشكل منظم، وتنفيذ بيحصل في أكتر من مكان في نفس الوقت. واحد من الضباط وقتها قال: إحنا مش بنطارد متهمين، إحنا بنطارد شبكة كاملة بتتحرك كأنها جهاز واحد. وساعتها بس الرائد ممدوح سالم فهم إن اللي مسكوه لسه أول سطر في القصة. في اللحظة دي الرائد ممدوح سالم بدأ يربط كل الخيوط وقال لزمايله: إحنا مش قدام حوادث، إحنا قدام تنظيم كامل شغال جوه البلد.
ساعتها الصورة بدأت تتلم شوية. الموضوع ما بقاش مجرد 3 شباب بيولعوا حرايق وخلاص، لا، بقى واضح إن في تنظيم، ناس بتنفذ، ناس بتمول، وناس بتدي الأوامر. لكن كان في سؤال واحد لسه من غير إجابة: مين اللي بيحرك كل الناس دي؟ لأن المقبوض عليهم رغم الضغط والتحقيق كانوا بيتكلموا عن المنفذين فقط، لكن الاسم الحقيقي اللي فوق الكل محدش كان عايز يقوله. وهنا المباحث رجعت تراجع المضبوطات من أول وجديد، لأن أوقات أخطر دليل بيكون موجود قدامك من البداية، بس محتاج عين تركز. لكن الغريب إن واحد من المتهمين من الإسكندرية ومعاه ورقة مرتبطة بطبيب موجود في القاهرة ومن غير سبب واضح. الضباط بدأوا يربطوا الخيوط ببعض، ومع التحريات الاسم بدأ يتكرر أكتر من مرة، ومع كل معلومة جديدة الصورة بقت أوضح: الدكتور موسى مرزوق. ونقول الحكاية من أولها. موسى ليتو مرزوق طبيب يهودي اتولد واتربى في مصر، دخل كلية الطب واتخرج بامتياز لحد ما وصل إنه يبقى جراح في المستشفى الإسرائيلي في القاهرة. موسى مرزوق قدام الناس كان دكتور جراح محترم، هادئ، مركز في شغله ومفيش عليه غلطة. لكن الحقيقة كان عايش حياتين مختلفين تماماً. الصبح دكتور في المستشفى، وبالليل بيدير شغل تاني خالص. كان عنده 3 شقق في أماكن مختلفة: شارع رشدي في اسكندرية، والدقي، وشارع سليمان باشا أو طلعت حرب حالياً. الشقق دي ما كانتش مجرد سكن، دي كانت جرسونيرات بتدار فيها أعمال مشبوهة ومنافية للآداب، وكان هو المسؤول عنها بشكل مباشر. ببساطة كان شغال قواد يدير الأماكن دي وينظم اللي بيحصل فيها ويكسب منها. وده في حد ذاته يوضح حاجة مهمة: الراجل ده عنده استعداد يعمل أي حاجة مقابل هدفه. في الفترة دي موسى مرزوق كان بدأ جواه إحساس متزايد بالقضية اللي بيسمع عنها كل يوم، موضوع إعلان قيام دولة إسرائيل. ومع الوقت الفكرة عنده اتغيرت من مجرد متابعة أخبار لفكرة إنه لازم يكون في تحرك شامل لكل يهود العالم ناحية أرض فلسطين المحتلة. كان شايف إن الموضوع مش رفاهية ولا اختيار، لكن واجب لازم يحصل بأي طريقة. وفي سنة 1951 حصلت نقطة تحول مهمة في حياته. اتعرف على دكتور يهودي شاب اسمه فيكتور سعادية. العلاقة بدأت بشكل عادي، كلام اجتماعي وبسيط، لحد ما في يوم من الأيام اكتشف موسى إن فيكتور مش مجرد طبيب عادي، لكن عضو في كيان يهودي سري هدفه الأساسي تشجيع يهود مصر على الهجرة. فيكتور فتح معاه الكلام وقال له: احنا بنحاول ننظم خروج الناس بشكل آمن ومنظم. وبعدين عرض عليه ينضم ليهم، لكن رد موسى كان صادم بالنسبة له: اللي انتوا بتعملوه ده مش كفاية، ده تأثيره ضعيف جدا. فيكتور استغرب وقال: تقصد ايه؟ موسى رد بثقة: الموضوع مش محتاج قناعات، محتاج ضغط. الناس ما بتتحركش غير لما تحس بخطر. وبنبرة حاسمة قال: الكلام والمنشورات مش هيغيروا حاجة، لازم طريقة تانية أقوى. فيكتور سمع الكلام وسكت، لكنه ما علقش. بعد أيام قليلة رجع فيكتور تاني، لكن المرة دي ما كانش لوحده، كان معاه سيدة يهودية اسمها مارسيل نينو أو فيكتورين نينو. فيكتور قال له: مارسيل هي اللي هتكون حلقة الوصل بينك وبين الجهات اللي ممكن تساعدك. مارسيل قعدت مع موسى بهدوء وخلته يحكي كل أفكاره بدون مقاطعة تقريبا، كانت بتسمع أكتر ما بتتكلم. بعد ما خلص كلامه قالت له ببساطة: أنا فهمت اللي في دماغك. واديته عنوان وقالت له: روح له واحكي نفس الكلام اللي قلته لي. اللقاء ده حصل يوم 5 إبريل 1952، ومن هنا حصل التحول الحقيقي في مسار القصة. موسى راح للمكان وقابل شخص اسمه عبده دخون، بس الاسم ده ما كانش حقيقي.
الشخص ده كان بيستخدم أكتر من اسم: عبده دخون، وجون دارلينج، والاسم الحقيقي إبراهيم دار. وده كان ضابط مخابرات إسرائيلي شغال جوه مصر ومسؤول عن إدارة شبكة كاملة بشكل سري. أول ما قعدوا مع بعض الحوار بدأ مباشر من غير لف. إبراهيم دار قال له وهو بيبص في عينه: أنت عايز تعمل إيه بالظبط؟ موسى رد: عايز أشتغل تأثير حقيقي، مش كلام على ورق. دار ابتسم وقال له: تمام، بس خلينا نشوف الأساس الأول. وبدأ يسأله واحد واحد: تعرف تعمل عبوة؟ موسى قال له: لا. هنا إبراهيم دار هز دماغه وقال: تمام، يبقى نبدأ من الصفر. وبدأ يحط له قواعد واضحة جدا. أي خطوة لازم تبقى بتعليمات، يبدأ يجند شباب يثق فيهم، شغل هادي جدا ومن غير لفت نظر، والأهم العلاقة بينهم تفضل سرية 100%. وبنبرة حاسمة قال له: اعتبر إنك ما تعرفنيش وممكن ما تشوفنيش تاني أصلا، وبالنسبة للتواصل هيكون عن طريق مارسيل نينو وعنصر تاني اسمه ماكس بينتت. موسى ساعتها هز دماغه وقال: تمام، أنا جاهز. ومن اللحظة دي رجع موسى لبيته وبدأ يشتغل فعلياً على الأرض. بدأ يجمع عناصر جديدة، يستخدم الشقق اللي عنده كمقرات سرية، ويوزع الناس على مجموعتين رئيسيتين: مجموعة في الإسكندرية بقيادة صموئيل عذار، ومجموعة في القاهرة بقيادة سيزر كوهن. وبكده الشبكة بدأت تتشكل بشكل كامل، كل واحد في مكانه وكل واحد مستني تعليمات محددة. واحد من الضباط وقتها قال: إحنا مش بنطارد أفراد، إحنا بنشوف تركيب شبكة بتتظبط قطعة قطعة. وهنا بقى السؤال اللي بدأ يفرض نفسه بقوة: إمتى التعليمات دي اتحولت من كلام على الورق لتفجيرات وحرائق على الأرض؟ وإيه اللي كان بيحصل في الخفاء وقتها واللي خلى الفكرة تتحول لعمليات منظمة جوه مصر من غير ما حد ياخد باله في الأول؟ وعلشان نجاوب السؤال ده خلينا نرجع شوية لورا، وتحديداً لسنة 1953، لأن اللي حصل بعدها ما ينفعش يتفهم من غير ما نبص على اللي كان بيجري جوه إسرائيل وقتها. في الفترة دي الوضع السياسي هناك كان عامل زي مطبخ مفتوح، كل حاجة فيه بتغلي في نفس الوقت. الخلافات بين القيادات كانت مش بس اختلاف وجهات نظر، ده كان صراع نفوذ حقيقي، وكل طرف عايز يثبت إنه أحق بالكرسي حتى لو على حساب الطرف التاني. وكان في نقطة مهمة جدا بتضغط على الجميع: ظهور اتفاقية الجلاء بين مصر وبريطانيا. وفي نفس الوقت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية كانت مستقرة بشكل كبير، وده خلى القيادة الإسرائيلية تحس إن الاتنين الكبار دول، أمريكا وبريطانيا، ممكن يفضلوا واقفين في صف مصر، وده بالنسبة لهم كان سيناريو مزعج جدا. يعني ببساطة الصورة اللي كانت في دماغهم: مصر ماشية في اتجاه استقرار ودعم دولي وعلاقات كويسة، وإسرائيل واقفة بتتفرج من بعيد. الخطة دي اتعرضت داخل دوائر القرار في إسرائيل وقتها، وكانت على مكتب الحكومة اللي كان رئيسها موشي شارت، اللي كان مختلف تماماً عن سابقيه زي ديفيد بن جوريون. بن جوريون كان معروف باتجاهه الحاد والصدامي، بينما موشي شارت كان أقرب لمدرسة التهدئة السياسية. لكن الحقيقة إن كل طرف كان ليه أسلوبه في اللعب حتى لو الهدف واحد. الصراع الداخلي وصل لدرجة إن بن جوريون رغم إنه كان خارج الحكومة وقتها كان بيدفع في اتجاه تنفيذ الخطة بأي شكل، واعتبر إن الفرصة مناسبة بسبب حالة التوتر السياسي الإقليمي. وبدل ما يتم التنفيذ بشكل رسمي وواضح، حصلت حالة التفاف على مؤسسات الدولة نفسها، وتم الاعتماد على جهات عسكرية واستخباراتية بدل القرار السياسي المباشر. في اللحظة دي دخلت على الخط شخصيات مهمة زي موشي ديان وشمعون بيريز، وبدأت الاجتماعات السرية تشتغل بعيد عن أعين المؤسسات الرسمية، لدرجة إن بعض اللقاءات تمت في أماكن معزولة. الخلاصة إن القرار النهائي كان واضح: تنفيذ عمليات داخل مصر تستهدف مصالح أمريكية وبريطانية ومصرية بهدف خلق ضغط سياسي وإعلامي كبير.
لكن علشان الخطة تمشي كان لازم يتحدد مين ينفذ على الأرض، وهنا تم اختيار جهاز الاستخبارات العسكرية بدل الموساد، وتعيين العقيد بنيامين جيبلي مسؤول مباشر عن التنفيذ، مع التأكيد أن القيادة السياسية نفسها رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الموساد ما يبقاش عندها علم مباشر بالتفاصيل. وده كان أخطر جزء في الموضوع كله، لأن القرار بقى بيتنفذ بشكل شبه منفصل عن القيادة السياسية. ومن هنا تم تمرير التعليمات لعنصرهم في مصر إبراهام دار، واللي بدوره كان ماسك الخلية النائمة اللي على الأرض بقيادة موسى مرزوق. إبراهام دار نقل الخطة بالكامل لموسى مرزوق، وموسى بدأ يوزع الأدوار على أفراد الشبكة ويجهز الأرض لتنفيذ العمليات اللي اتفقوا عليها. ومن هنا بدأت سلسلة الأحداث اللي ظهرت لاحقاً في شكل حرائق، تفجيرات، استهدافات متعددة داخل مصر، لحد ما بدأت الأجهزة الأمنية المصرية تفك الخيط واحد واحد وتوصل في النهاية لتفكيك الشبكة بالكامل. وبعد ما القصة اتكشفت حصلت أزمة كبيرة جدا في إسرائيل، لأن القيادات قالت إنها ما كانتش على علم، وبدأت لجان تحقيق داخلية زي لجنة أولشاندوري تفتح الملف. لكن كل ما التحقيق يتعمق كانت الخروط بتتقاطع حوالين نفس الفكرة، إن في عملية كبيرة اتنفذت داخل مصر واتربط اسمها بعد كده بعملية سوزانا، أو كما عرفت إعلامياً فضيحة لافون. بعد ما خيوط القضية بدأت تتفك واحدة واحدة، ومع اعترافات عناصر الشبكة في القاهرة والإسكندرية، المباحث المصرية كانت وصلت لمرحلة بقت فيها الصورة أوضح بكتير. القبض ما كانش على أفراد متفرقين بس، لكن على أعضاء الخلايا في القاهرة، أعضاء الخلايا في الإسكندرية، والقادة اللي كانوا بيديروا كل مجموعة. يعني الشبكة كلها تقريبا بقت في إيد الأجهزة الأمنية. ومع استمرار التحقيقات اتضح ان الموضوع ما كانش مجرد افراد بيتحركوا من دماغهم، لكن في ارتباط مباشر وواضح بالمخابرات الإسرائيلية. وده اللي خلى القضية تاخد بعد سياسي كبير جدا، مش مجرد ملف جنائي. بعد ما التحقيقات ما خلصت، كل المتهمين اتقدموا للمحاكمة الجنائية. المحكمة بدأت تنظر القضية بشكل سريع نسبيا، لأن الأدلة كانت كبيرة والاعترافات موجودة. وفي النهاية صدر الحكم: الإعدام للدكتور موسى مرزوق، والإعدام على صمويل عزار. وده كان أخطر حكم في القضية كلها، لأن الاتنين دول كانوا يعتبروا قمة الهرم في الشبكة. أما باقي المتهمين فالأحكام اتوزعت حسب الدور اللي كل واحد لعبه: مؤبد، 25 سنة، 15 سنة، 7 سنوات. يعني مفيش حد خرج من القضية من غير عقوبة، كل واحد أخذ نصيبه حسب مسؤوليته. وبعد صدور الأحكام تم ترحيل كل المتهمين إلى السجون لقضاء العقوبة. في الوقت ده داخل إسرائيل كان في حالة قلق وتخبط شديدة جدا، خصوصا عند جهاز الموساد ودوائر القرار، لأن القضية بدأت تتحول من مجرد عملية فاشلة إلى فضيحة سياسية كبيرة. وكان أهم هاجس عندهم وقتها إزاي يمنعوا تنفيذ أحكام الإعدام. ومن هنا بدأت تظهر تحركات غريبة ومتوترة، وصلت لدرجة إنهم فكروا في حلول خارج الصندوق تماما، زي محاولة خطف مصريين من أي دولة في العالم، نقلهم إلى تل أبيب لاستخدامهم كورقة ضغط، والمساومة عليهم مقابل إيقاف تنفيذ الأحكام. وفي نفس السياق طرحت فكرة تانية: استهداف ضباط مصريين أو عرب كانوا بيحضروا دورات عسكرية في أوروبا، واستخدامهم كأوراق ضغط برضه. لكن أخطر فكرة كانت اللي تم تنفيذها فعلياً: استهداف السفارات المصرية في الخارج. الأحكام اتنفذت فعلياً في 31 يناير 1955، وبعدها بيوم واحد بس، يعني في 1 فبراير 1955، بدأت سلسلة تحركات جديدة ضد المصالح المصرية في الخارج. أول هدف كان السفارة المصرية في نيويورك. وصل اتصال الساعة 9 صباحا بوجود قنبلة داخل السفارة، وإنها هتنفجر خلال ربع ساعة. السفارة اتحركت فورا
وتم التواصل مع الأمن الأمريكي، وبعد الفحص اتضح إن البلاغ كاذب. وبعد يومين تكرر نفس السيناريو، اتصال تاني للسفارة في نيويورك بوجود قنبلة وإنها تنفجر خلال ساعة، وبرضه بعد الفحص طلع البلاغ كاذب. يعني واضح إن الهدف كان إثارة الذعر، استنزاف الأمن، خلق حالة توتر مستمر. لكن الموضوع موقفش عند التهديدات، ويوم 5 فبراير 1955 حصلت نقطة التحول. المرة دي ما كانش فيه تهديدات بس، لكن حصل إطلاق نار على مبنى القنصلية المصرية في نيويورك. تم إطلاق 6 رصاصات على غرفة في الدور الرابع، وكان معروف إنها الغرفة اللي بيكون فيها القنصل أو السفير المصري. والحمد لله ما حصلش أي إصابات، لكن الرسالة كانت واضحة، التهديد بقى تنفيذ فعلي مش مجرد بلاغات. بعدها استمرت محاولات التهديد بشكل متكرر في أكتر من مكان، لكن الأجهزة الأمنية بدأت تتعامل بحذر أعلى. المحكوم عليهم فضلوا داخل السجون لحد سنة 1968، وفي السنة دي حصلت صفقة تبادل مع مصر بعد أحداث نكسة 1967، وتم الإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل أسرى. بعد الإفراج تم نقلهم مرة تانية إلى تل أبيب، وهناك تم استقبالهم بشكل رسمي وكأنهم عائدين من مهمة ناجحة، رغم أن القصة كانت واحدة من أكبر ملفات التجسس اللي اتكشفت في مصر. القضية دي اتسمت في التاريخ بأكتر من اسم، فضيحة لافون أو عملية سوزانا. لكن الحقيقة اللي ثبتت مع الوقت إن مركز العملية كان شخص واحد، الدكتور موسى مرزوق. واللي خلى القضية تاخد كل الصدى ده مش بس حجم العمليات، لكن كمان إنها كشفت شبكة كاملة كانت شغالة في الخفاء داخل مصر وبتتحرك بتخطيط دقيق جدا. وفي النهاية الملف اتقفل قانونيا، لكن فضح واحدة من أخطر عمليات التجسس في المنطقة، واللي فضلت لسنين طويلة مثال على إن أي شبكة مهما كانت منظمة في لحظة ممكن تقع بالكامل لما تبدأ الخيوط تتجمع. وستبقى مصر أرضاً وشعباً وتاريخاً لا ينكسر.